بتشهد الأسواق خلال الفترة الحالية حالة من الزحام الملحوظ مع تزايد إقبال المواطنين على شراء مستلزمات شهر رمضان الكريم. طرح هايبر وان أكتر من فئة لكرتونة رمضان. بلغ سعر الكرتونة المتوسطة 260 جنيه وتضم أرز وسكر ومكرونة وسمنة وفول وزيت وصلصة وشاي بأوزان متنوعة. كما وصلت الكرتونة الكبيرة إلى 400 جنيه وبتحتوي على كميات مضاعفة من الأرز والسكر إلى جانب المكرونة والسمنة والفول والزيت والصلصة والشاي، إضافة إلى كيلو بلح ناشف. وبالنسبة لمنتجات اليميش بتتراوح سعر لفائف قمر الدين السوري بين 110 ل 120 جنيه، بينما سجل التمر الهندي 42 جنيه والزبيب 45 جنيه وجوز الهند 50 جنيه والتين المجفف 113 جنيه والقراصية 105 جنيه، في حين بلغ سعر المشمشية السورية 125 جنيه، وسجل البلح الناشف أسعار بتبدأ من 33 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر التمر السادة الطبيعي نحو 150 جنيه، ووصل سعر البلح السكري السعودي إلى 285 جنيه للكيلو.